النهاردة هنتكلم عن أكلات ما ينفعش تهملها بعد التمرين، لأن الأكلة بعد التمرين مش رفاهية، دي جزء أساسي من بناء العضلات والتعافي. بعد التمرين جسمك بيكون مستنزف، مخازن الجلايكوجين ناقصة، والألياف العضلية محتاجة إعادة بناء. شفائيات. أول أكلة مهمة بعد التمرين هي البيض. البيض مصدر ممتاز للبروتين الكامل، يعني فيه كل الأحماض الأمينية الأساسية اللي العضلة محتاجاها علشان تعيد بناء الألياف اللي اتكسرت أثناء التمرين. كمان البيض غني بالليوسين، وهو أهم حمض أميني محفز لبناء العضلات. غير كده، صفار البيض فيه فيتامينات مهمة زي B12 ودي اللي بيدعموا الجهاز العصبي وقوة الانقباض العضلي. البيض سهل الهضم نسبياً، وده بيخليه اختيار ممتاز بعد التمرين مباشرة. تاني أكلة مهمة جداً هي الزبادي أو اللبن. منتجات الألبان بتجمع بين البروتين والكربوهيدرات، وده مزيج مثالي بعد التمرين. البروتين الموجود في اللبن والزبادي فيه كازين وواي طبيعي، وده بيوفر تغذية سريعة وبطيئة للعضلات في نفس الوقت. كمان اللبن غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، وده بيساعد على انقباض العضلات بشكل أفضل ويقلل التشنجات. الزبادي كمان بيدعم صحة الجهاز الهضمي، وده مهم علشان امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة. تالت أكلة أساسية بعد التمرين هي الأرز، خصوصاً الأرز الأبيض. الأرز مصدر كربوهيدرات سريع الامتصاص، وده مهم جداً بعد التمرين علشان يعوض مخازن الجلايكوجين اللي اتفرغت أثناء التمرين. لما الجلايكوجين يرجع لمستواه الطبيعي، الجسم يقدر يستخدم البروتين في بناء العضلات بدل ما يحرقه كطاقة. كمان الأرز بيساعد على خفض هرمون الكورتيزول المرتفع بعد التمرين، وده هرمون لو زاد بيهدم العضلات. رابع أكلة مهمة هي البطاطا أو البطاطا الحلوة. البطاطا مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، وبتدي طاقة مستقرة للجسم بعد التمرين. كمان غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ودي معادن أساسية لتعافي العضلات وتقليل التعب. البطاطا بتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وده بيمنع الشعور بالإرهاق المفاجئ بعد التمرين، وبيخلي الجسم يدخل في مرحلة تعافي ثابتة وطويلة. خامس أكلة لا غنى عنها بعد التمرين هي التونة أو السمك. التونة غنية بالبروتين عالي الجودة وقليلة الدهون، وده بيخليها مثالية لبناء العضلات بدون تحميل سعرات زيادة. كمان الأسماك عموماً فيها أوميجا 3 اللي بتقلل الالتهابات الناتجة عن التمرين وبتسرع تعافي العضلات والمفاصل. وجود أوميجا 3 بيساعد كمان على تحسين حساسية العضلات للبروتين، يعني استفادة أكبر من نفس الوجبة. الخلاصة إن الأكلة بعد التمرين مش مجرد أكل، دي خطوة أساسية في عملية البناء العضلي. بروتين كفاية علشان تبني، كربوهيدرات علشان تعوض الطاقة، ومعادن وسوائل علشان التعافي. لو التزمت بالخمس أكلات دي بشكل منتظم، هتلاحظ فرق كبير في قوتك، شكلك، وسرعة تطورك في الجيم. ولو عايز تعرف أكتر عن التغذية الصح وبناء العضلات بطريقة علمية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.